السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده في الوحدة الثانية من مادة العلوم، وحدة الجسم كنظام، هنبدأ بيه الجهاز العضلي الهيكلي. الجهاز العضلي الهيكلي بيتكون من أربطة، أوتار، غضاريف، عظام، عضلات. العضلات لما بنعمل كده مثلا في أي حتة في الجسم كله، لما بنعمل كده اسمه انقباض، وكده اسمه انبساط. يعني الدراع هو مفروض انبساط، وكده انقباض. وهنا في عضلة وهنا في عضلة. لو احنا عملنا كده، انهي من العضلات دي اللي بتنقبض وانهي اللي بتنبسط؟ دي كده بتنبسط، دي بتنقبض. عشان لما بنعمل كده هي بتنقبض ودي بتنبسط. في اي جزء في الجسم لازم عشان نعمل كده عضلة بتنقبض وعضلة بتنبسط. يبقى عندنا هنا عضلتين، عضلة علوية وعضلة سفلية. طب لما بنعمل كده ايه اللي بيحصل؟ العلوية بتنبسط والسفلية بتنقبض، وده بيكون باين اكتر في الرجالة. لما بيعملوا كده العضلة دي بيبان جدا ان هي منقبضة. احنا خدنا في الوحدة الاولى ان العضلات متكونة من انسجة متشابهة جنب بعضيها. طب هو ايه شكل الانسجة دي عشان تدينا الحركة دي؟ الانسجة بتاعت العضلات بتكون على شكل الياف طويلة. يعني لما تجيبوا حتة لحمة تقعدوا تقطعوا فيها كتير كده، بتطلعوا حاجة عاملة زي الشعرة رقيقة قوي وطويلة شوية، هي دي. فلما بتدخل مع بعضيها بتعمل حركة الانقباض اللي هي دي، اللي هي العلوية. ولما بتتشال بقى عن بعضيها بتعمل حركة الانبساط اللي هي السفلية دي. في بقى عضلات إرادية وعضلات غير إرادية. الإرادية اللي احنا بنتحكم فيها بنفسنا، يعني زي يمشي، زي كده، زي فتح البق، زي حاجات كتير كده احنا اللي بنختارها. العضلات الغير إرادية اللي هي الحاجات اللي بتتعمل من غير ما احنا نتحكم فيها، زي ضربات القلب، وزي عضلة العين، وزي تاني، وزي عضلات المريء. تعالوا ناخد بعض الأجهزة المختلفة في جسم الإنسان. عندنا جهاز الغدد الصماء، وده مسؤول عن إفراز الهرمونات، والهرمونات هي اللي بتساعد جسم الإنسان على الاستجابة في المواقف المختلفة. الجهاز الدوري بيتكون من عضلة القلب والدم والأوعية الدموية. والأوعية الدموية بتشمل الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. الجهاز ده بقى مهمته ايه؟ بينقل الدم المحمل بالغازات والهرمونات إلى باقي أعضاء الجسم. عشان كده لما بنحس بخطر بيزداد ضغط الدم. فاحنا لما بنحس بخطر، مثلا السكينة هتقع على رجلنا، القلب بيضخ دم أكتر. تالت جهاز عندنا وهو الجهاز التنفسي، بيتكون من القصبة الهوائية، الأنف، الرئتين، عضلة الحجاب الحاجز اللي هي بتكون عند الرئتين دي في الأسفل. وطبعا وظيفة الجهاز التنفسي هي التنفس وإطلاق الطاقة. التنفس عبارة عن عملية الشهيق والزفير. الشهيق بتنقبض فيه عضلة الحجاب الحاجز، يعني بتنزل لتحت فبيدخل الهواء، لكن الشهيق بتنبسط فبترتفع لفوق والهواء بيخرج. يعني الهواء بيخرج يعتبر هي بتساعدهم يترفع، الهواء بيدخل بتنقبض. وطبعا من سنة رابعة بناخد المعلومة دي. الشهيق بندخل غاز الأكسجين، اما الزفير بنطلع غاز ثاني أكسيد الكربون عشان هو غاز مضر. رابع جهاز عندنا وهو الجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي مكون من 12 تركيب. أول حاجة هو الفم، وهي يعتبر الجهاز الهضمي بيبدأ مهمته أول ما بنحط الأكل في بقنا. أول حاجة مضغ الطعام عن طريق الأسنان. تاني حاجة تفتيت الطعام بمساعدة الإنزيمات اللي بتفرزها الغدد اللعابية، والغدد اللعابية هنا كده تحت اللسان. تالت حاجة تليين الطعام بامتزاج اللعاب مع الإنزيمات والطعام. كده احنا خلصنا الفم. تاني حاجة المريء أنبوب بيوصل الطعام للمعدة، من الفم للمعدة، والعضلات بتاعته بتدفع الطعام للمعدة
تالت حاجة المعدة، بتفتت وتهضم الطعام بصورة أكبر بمساعدة 2 حاجات. رقم 1 الحركة التمويجية المستمرة للمعدة، و2 السوائل الهاضمة اللي بتفرزها المعدة. رابع حاجة الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة هي اللي بتمتص العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، والأمعاء الدقيقة بعد ما تسحب الغذاء بينتقل عبر الدم لباقي الأجهزة اللي موجودة في الجسم. بعد كده الطعام الغير مهضوم بينتقل إلى الأمعاء الغليظة وبيكون في صورة مزيج شبه سائل. الأمعاء الغليظة بتمتص معظم الماء الموجود في هذا المزيج. لو في عناصر غذائية زيادة عن احتياج الجسم بيعمل فيها ايه الجسم؟ الجسم بيخزن سكر الجلوكوز في العضلات والكبد، وبيخزنها في مادة مخصصة اسمها الجليكوجين. وبعض العناصر الغذائية الأخرى بتختزن في صورة دهون. وهناخد دلوقتي جهاز الإخراج. الإخراج هو عملية يتخلص خلالها الجسم من الفضلات اللي الخلية عملتها. جهاز الإخراج هو مجموعة من الأجهزة والأعضاء، الجهاز البولي والجهاز التنفسي والجلد. ازاي بقى الجلد من الأعضاء المشاركة في الجهاز الإخراجي؟ احنا بنخلص من العرق ازاي؟ عن طريق الجلد. والجهاز التنفسي لما انا بطلع غاز ثاني اكسيد الكربون. والجهاز البولي علشان بينقي الدم من الفضلات الزائبة في صورة بول. طبعا الجهاز الأساسي في الجهاز البولي هو الكليتين. الأول تعالوا نعرف ازاي الكليتين بتشارك عشان نعمل عنها تجربة بسيطة. الكلية عاملة زي المصفى اللي هي بتحجز الحاجات الكبيرة عن السوائل، لكن السوائل دي طبعا بيبقى فيها حاجات دقيقة جدا. الكلية دي مسؤولة عن تنظيف وتنقية الدم عن طريق حاجة اسمها النفرونات موجودة في الكلى. الكلية دي بتعمل تنظيف 300 مرة في اليوم. النفرونات دي بتعدي كل الحاجات الضارة زي اليوريا، لكن بتخلي الحاجات المفيدة زي خلايا الدم الحمراء وزي البروتين ده مش بتعدي. تعالوا بقى نعمل تجربة بسيطة توضح عمل الكلية. هنحتاج رز يقوم بدور البروتين، وهنحتاج فاصوليا حمراء تقوم بدور خلايا الدم الحمراء، وهنحتاج ملح يقوم بدور اليوريا، والمية دي هنعتبرها النفرونات عشان النفرونات اصلا بترشح. وده بقى اللي احنا هنخلي الحاجات تعدي منه قمع. ودي كوباية هنحط الفايبر في القمع، وبعدين هننزل بخلايا الدم الحمراء كده مثلا، والبروتينات. وطبعا احنا عارفين ان اليوريا هي المادة الضارة، وهنحط شوية يوريا، وبعدين هننزل بالمية. المتوقع ان كريات الدم الحمراء والبروتين يفضل فوق عشان هو المفيد. تتخلص الكلية من اليوريا في صورة بول، فالمفروض ان اليوريا هتدوب في المية وهتنزل تحت في الكوباية دي. وطبعا لو جينا نبص هنا هنلاقي خلايا الدم الحمراء مع البروتين موجودة، لكن اليوريا مش شايفين لها اي اثر، ده معناه انها دابت في المية. تعالوا نقول الملاحظة والاستنتاج اللي عرفناها من التجربة دي. طبعا التجربة دي معانا في المنهج. الملاحظة ان المرشح بيسمح بمرور الاجزاء الصغيرة جدا زي الملح، ولكن ما بيسمحش بمرور الحاجات الكبيرة زي الفاصوليا والرز، وده هو الحاجات اللي في الكلية. اما الاستنتاج ان الكلية بتعمل كجهاز ترشيح للدم علشان هي بتسمح بمرور الفضلات زي الاملاح في صورة بول. وكده خلصنا جهاز الاخراج. تعالوا بقى بسرعة نقول اخر حاجة في الوحدة التانية، وهي مرض السكر. الانسولين بيفرز من حاجة اسمها البنكرياس، والبنكرياس احد اجزاء جهاز الغدد الصماء. الانسولين هو هرمون بينظم كمية السكر في الدم، فلو حصل خلل في البنكرياس الانسولين بيتضرر، وبالتالي كمية السكر مش هتكون ملائمة للجسم،
فبيحصل مرض السكر. يبقى الشخص المصاب بمرض السكر ده معناه ان كمية الانسولين عنده يا مفيش انسولين، يعني مفيش انسولين خالص، الجسم مش قادر ينتج انسولين، او بينتج كمية قليلة جدا، يا بينتج كمية لكن مش عارف يستخدمها، مش قادر يستخدمها، فبالتالي كمية السكر بتزيد في الجسم، فبالتالي بيحصل مرض السكر. وحاليا الدكاترة بتسعى ان هي تعمل جهاز شبه البنكرياس، علشان بدل ما الواحد يقعد ياخد حقن كل شوية يستخدم البنكرياس دوت اللي هو البنكرياس الصناعي يعني يعمل وظيفة البنكرياس الحقيقي. وكده نكون خلصنا الوحدة التانية من العلوم، واشوفكم في الوحدة التالتة، ويا رب تكونوا استفدتوا، وسلام.